ان شاء الله غدا هيتم استئناف مباريات الجوله السادسه باربع مباريات. هيكون في مباراه بين غزل المحله ونادي المقاولين العرب، دي هتبقى الساعه 5، ومباراه ما بين نادي حرس الحدود والجونه، ودي برضو هتبقى الساعه 5. وفي مباراتين تاني الساعه 8، مباراه سيراميكا كليوباترا ونادي سموحه، ومباراه المهمه اللي احنا هيكون العين كلها عليها مباراه نادي الزمالك ونادي المصري، مباراة الصدارة، مباراة عودة الفارس الأبيض للصدارة للمصري في تأكيد الصدارة والاحتفاظ بالمقدمة. بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا لجماهير نادي الزمالك وعاشقين نادي الزمالك. الزمالك أعلن القائمة بتاعته بتاع ماتش بكرة، وتم استبعاد فيها شيكو بنزا. وطبعا كان سبب الاستبعاد ان هو كان بيقولوا ان هو راجع من السفر من بلاده متاخر، فما لحقش ان هو يكون متواجد. يا جماعه، الناس اللي بتقعد كل شويه تسالني على الكوره وعايزه الكوره والكلام ده كله، دي كوره تيمبو تمام من نادي الاسيوطي. يعني لو عايزين كوره ابقى اجيب لكم منها، عشان بس الناس بتقعد كل شويه بتسال على الكوره وكده. طبعا عوده عبد الحميد معالي لتشكيل نادي الزمالك وسيف الدين الجزيري بكره دفاع نادي الزمالك هيكون عليه عبء كبير جدا. هيقابل اقوى هجوم في الدوري وهدافين الدوري، عبد الرحيم دغموم اللي جايب 4 اهداف، وعمر الساعي 3 اهداف، ومنذر طمين 3 اهداف. فبكره دفاع نادي الزمالك هيكون عليه عبء كبير جدا ان هو يوقف سلسله انتصارات نادي المصري، ويوقف برضو هدافين النادي المصري. ونتمنى بكره ان شاء الله نشوف طبعا ماتش قوي جدا ما بين الفريقين، ونتمنى نتمنى نتمنى يعني الاثنين يحققوا نتيجه ايجابيه، يعني ويتعادلوا. يعني ان شاء الله الاثنين يتعادلوا بكره، وعشان تكون في مصلحه كل الفرق، يعني مش عشان مصلحه الاهلي بس يعني. فان شاء الله بكره نشوف مباراه كويسه في الدوري المصري، واشوفكم بكره ان شاء الله بعد انتهاء المباريات، ونحلل المباريات ونشوف اللي حصل في الجوله، وتاني يوم في مباريات الجوله السادسه. انتظروني غدا ان شاء الله بعد مباريات الجوله.